تخيل يجيلك جواب علشان تتكرم من قرية علشان حاجة جميلة عملتها، ولما بتروح مع أصحابك بتكتشف إن في روح شريرة بتطاردكم بسبب جريمة ارتكبتوها من 7 سنين. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الطلاب وهم بيحتفلوا بإنجاز علمي عملوه في قرية من القرى، وبعتت لهم رئاسة القرية رقاصة بترقص رقصة شعبية معروفة للترفيه عنهم. وبتكون الرقاصة دي اسمها سلة، وبتكون سلة مشهورة في القرية، وبيكون قاعد مستنيها برا واحد شغال معاها، وبيكون الشخص ده هو اللي بيوصلها للأماكن اللي بتروحها. وبيجي واحد تاني وبيقوله إنه هيتجوزها، فبيقوم الشخص ده وبيزعقله وبيقوله إن هو اللي هيتجوز سولة. وفجأة وهو قاعد بيقطع النور في المكان اللي سولة فيه، ولما بيدخل يشوف فيه إيه بيشوف حاجة بتصدمه بس ما بيلحقش يشوفها. وبعدين بيتفاجئ بحد بيضربه بحاجة على دماغه. وبعد 7 سنين من الحادثة دي بيظهر في الغابة ولد وبنت ماشيين، وبيكون الولد ده اسمه هادي، وبيكون أبوه مشرف المنطقة، وبيكون معاه رئيسة هيئة الطلاب لارا اللي خلصت دراستها، والنهاردة كانت حفلة تخرجها وواضح من علاقتهم إنه بيحبها. وبيوقع على القميص بتاعها للذكرى، وبتقوله يمشي ويسيبها وهي هتكمل طريقها علشان يلحق اجتماعه. فبيديها ساعة هدية، فبتودعه وهي مبسوطة، وبيحذرها من الأرض علشان حصل فيها انهيار قبل كده. وبتمشي لارا وبتتشنكل في حاجة وبتقع على الأرض، وبتلاقي إن الحاجة دي حبل مدفون تحت الأرض. وبتفضل تحفر وبتشد فيه وبتلاقيه بياخدها لقدام، وبتفضل تشد فيه وبتمشي وراه لحد ما بتوصل لمكان عند البير. وبتفضل تحفر وبتلاقي شنطة، بس ما بتكونش واخدة بالها إن في سائل أسود بيخرج من البير ناحيتها. ولما بتفتح الشنطة بتلاقي فيها راديو ولبس لونه أحمر. ولما بتاخد الشنطة علشان تمشي بتسمع صوت همس بينادي عليها باسم لارا، فبتخاف وبتجري بسرعة وبترجع للبيت. وبتبص على القميص اللي حبيبها وقع لها عليه، وبتفتح الشنطة اللي لقيتها وبتطلع الراديو واللبس. ولما بتفتح الراديو بتلاقي جواه شريط، فبتبدأ إنها تشغله، بس بتضطر الأول إنها تغير الحجارة علشان قديمة. وفجأة بتنادي عليها أمها، فبتقوم علشان تاكل وبتسيب الراديو في الأوضة، وبتكون أمها زي في حرق أو حاجة غريبة على وشها. وبيقعدوا ياكلوا وبتسألها هادي هيتجوزها إمتى، فبتقول لها لارا إنها محتاجة وقت ومش عاوزة تتجوز دلوقتي. وبعدها بتبدأ الأم تتكلم معاها في حوار مسابقة الرقص اللي عاملينها علشان يختاروا واحدة تمثل القرية للترفيه بدل سولة. وبتحاول الأم إنها تشجعها، بس لارا بتقول لها إن حركاتها مش مناسبة، وإنها حتى لو كانت بتحب سولة فهي مش شبهها. فبتقوم أمها وبتجيب هدومها وبتخلي لارا تحاول ترقص، بس بترفض وبتقعد تكمل أكلها. وبتقول لها لارا تدعي لها إنها تكون رئيسة المنطقة في يوم من الأيام، بس واضح إن الأم بتكون زعلانة من حاجة. فبتقوم الأم وبتدخل أوضتها، وبترجع لارا هي كمان على أوضتها وبتقعد قدام الراديو. وبتحاول إنها تشغله بس ما بيشتغلش، وبتفتكر الساعة اللي اداها لها هادي، فبتشيل الحجارة وبتقوم تاخد الكشاف وبتروح للغابة مكان ما وقعت. ولما بتروح بتلاقي الساعة لسه موجودة، وبتسمع صوت همس بيقرب منها، فبتروح ناحية الصوت وبتلاقي نفسها ناحية البير. وبتشوف سائل غريب وبترجع بسرعة على البيت وهي مرعوبة وبتنام. ولما بتنام بيتحرك الإشارب بتاع سولة اللي لقيته في الغابة وبيتحط عليها وهي نايمة. وبتكون أم لارا نايمة وبتصحى وبتشوف لارا بترقص رقصة رونجينج، فبتفرح جدا أمها، وأول ما بتخلص رقص بتفقد وعيها وبتقع في حضن أمها. وتاني يوم بتروح لمدرسة الرقص مينور، وبتقول لها الأم إن بنتها اتعلمت الحركات صح، وبتجبر لارا إنها تجرب قدام مينور، بس ما بتكونش عارفة الحركات. وبتقول لها أمها تعمل زي ما شافتها امبارح. وبتيجي مينور وبتديها الإشارب بتاعها وبتحاول ترقص، بس الطلاب بيضحكوا عليها، لحد ما امها بتقول لها انها كانت بترقص حلو امبارح، وبتلبسها اشارب سوله. وبتبدأ ترقص الرقصة صح، وبتتصدم مينور لما بتفتكر سوله بحركاتها كلها. ولما بتروح وبتشوف الوشاح بتسأل لارا هي جابته منين، بس بتقرب منها وبتقول لها تنقذها وانها محبوسة في البير في الغابة. وبتفقد الوعي مرة تانية وبتقع في حضن مينور. وفي نفس اليوم ده بتروح مينور عند البير وبتفضل قاعدة شوية حلوين، وبعدها بتظهر لها روح سوله. وبتروح بسرعة لبيت رئيس المنطقة وبتقوله إنها عرفت اللي حصل في سولة، وكمان لقت واحدة تحل مكانها، وبتكون البنت دي هي لارا. وتاني يوم بتقدم لارا الرقصة قدام الناس، وبيوصل هادي وبيسأل أمها لارا بتعمل إيه، فبتقوله إنها بتحقق شغفها. وبتروح مينور وبتقول لرئيس المنطقة إن الوقت جه إنهم يكرموا الشباب اللي بنوا الطاحونة اللي فادت القرية، وبيكون قصدها على ال4 طلاب اللي كانوا مع سولة يوم الحادثة.
وبيبعتوا لهم استدعاء وبيروحوا للقرية، وهم في الطريق بيتخيلوا روح سولا، بس بيكون واحد من أصحابهم عادي وبيخوفهم. وبيقابلهم رئيس القرية وبيرحب بيهم واحد واحد، وهم إيديت ويودي وإكسان وريكي، وبيقول لهم يروحوا بيت الضيافة يرتاحوا فيه شوية. وبتاخدهم لارا وهادي للبيت، وهم رايحين بيفتكروا اللي حصل لما صحيوا تاني يوم وقت ما كانوا بيشربوا ولقوا دم في المكان ولقوا سولا ميتة، وقرروا انهم ينظفوا مكانهم ويمشوا من المكان في اسرع وقت ممكن، وهم مش عارفين ايه اللي حصل ولا مين فيهم اللي عمل كده لانهم كانوا سكرانين. وبيدخلوا البيت وبتودعهم لارا وهادي، وبيظهر ان اكسان بتاع بنات لانه بيسأل هادي عن لارا. ولما بيسيبوهم بيفتكر إيديت اللي حصل وبيكون ندمان، فبيقول له يودي انه لازم ينسى لانهم مش عارفين ايه اللي حصل زمان. وبيدخل اكسان الحمام وبيشوف دم على الحوض، ولما بيروح يشوف فيه ايه بيظهر الاشارب الاحمر وراه، وبعدها في حاجه بتجبره يغرق وشه في الميه. وبعدها بيقع على الارض وبيبص حواليه وبيلاقي كل حاجه رجعت طبيعيه مره تانية. وبعدها بيقوم يبص في الحوض تاني وبيلاقي حته حديد، وبيروح بسرعه لريكي وبيقول له انه لقى الحته دي في الحمام مكان ما ماتت سولا، وده بيكون شعار رابطه الاتحاد في كليتهم، وإن كان يودي وإيديت أعضاء في النادي. وبيقول له ريكي وهو بيضحك إن ده عدى عليه 7 سنين، بس أجسام بيقول له إن ده ممكن يكون دليل على القاتل. وعند إيديت بيروح وبيقول ليودي إنه هيطلع للتل، فبيقول له يودي ما يروحش لوحده وبيروح معاه، وهم طالعين بيتكلموا عن أجسام وإنه كان معجب بسهولة بس هي رفضته. وبيقول له إن ريكي وأجسام ما بيثقوش فيهم ولا هم كمان واثقين فيهم، وبيقول له إنهم يشربوهم كحول ويخلوهم يعترفوا بكل حاجة. وعند ريكي بيقول لإيديت إن معنى كلامه إن إيديت ويودي هما اللي قتلوا سارة، وبيوافقوا أكسان على كلامه. وعلى التل بيقف يودي وبيقول له إنه حاسس إن في حد بيراقبهم، وفجأة بينط قدامهم واحد من سكان القرية وبتكون كل تصرفاته غريبة، وبيسألهم رايحين فين بالليل كده، فبيقولوا له إنهم بيدوروا على شبكة للموبايل لأن القرية كلها ما فيهاش شبكة، وبيسيبوه وبيمشوا. وبيلاقوا شبكة للموبايل بس بتختفي تاني، وفجأة بيختفي القمر وبيصرخ العامل وبيخبط إيديت وبيقع تليفونه وبيتكسر. وفجأة بيلاقوا نفسهم في البير وبيفتكروا لما كانوا بيرموا جثة سولا والمساعد بتاعها. وبيقول إيديت ليودي إنهم ملهمش ذنب وريكي وأكسان هم اللي قتلوها أكيد. وفي الوقت ده بيكونوا بيعملوا طقوس ترسيم لارا مكان سولا، وبيعدي إيديت ويودي وبيشوفوها وبيعرفوا إنها مكان سولا، بس بيجي شخص وبيقول لهم إن ممنوع تواجدهم في المكان ده، وفي السكن بيكون فيه إشارب أحمر عند ريكي وبيتشد وبيدخل الأوضة وهو شايف روح سولا. وبتحاول فجأة روح سولا إنها تخنقه، ولما بيصرخ بيوصل إيديت ويودي وبيصحى أجسان وبيدخلوا عليه وبيلاقوه بيخنق نفسه، وبيرشوا على وشه مية وبيفوقوه وبيدخلوه الأوضة علشان يرتاح. وبيقول إيديت لأكسان إن ريكي أكيد هو اللي قتلها، بس أكسان بيوريهم شعار الكلية وبيقول له إن هما الاتنين بس اللي كانوا لابسينه. بس إيديت بيتريق على أكسان وبيقول له إنه اتجوز بنت غلط معاها وإنه دايما بتاع بنات وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وبيزعق يودي وبيقول لهم إنهم هياخدوا الجايزة وهيرجعوا على بيوتهم. وتاني يوم بتوصل لارا مع هادي وبيلاقوا البيت متبهدل، وبيدوهم الفطار وبتاخدهم لارا وهادي للطاحونة عند التل، وبتوريهم إن أساميهم لسه محفورة عند الطاحونة. وبيكون العامل بيرقص فوق الطاحونة، وفجأة بيجري العامل واللي بيكون اسمه وينجسو، وبيجروا وراه وبيشوفوه بينط من فوق التل، وبيقول لهم هادي إنه كان بيحب سولا وإنه ميت من 7 سنين لما اختفت سولا ما قدرش يستحمل وشاف روحها ونط من على التل علشان يروح لها. وبيفتكروا كل مرة كانوا بيشوفوا روح وينجسو فيها. وبيسيب إيديت يودي وبيقول له إنه هيروح يكلم خطيبته، وبيروح لبيت رئيس المنطقة وبيقول لهم إن الباقي رجع البيت وإنه عاوز يتكلم معاهم. وبعد الحفلة بيكرموهم وبيدوهم شهادات تقدير، وبيكونوا متضايقين بسبب إنها شهادات من ورق عادي، وبيقدموا لهم مشروب خاص بالقرية. وبيفتكر إيديت وهو خارج من عند رئيس وسمعه وهو بيقول إنهم هيضحوا بالأربعة وإن لازم حد يعترف على القاتل منهم، فبيقرر انه ما يأمنش للقرية وما يشربش المشروب، وبيشربوا اصحابه التلاتة، وبتبدأ لارا ترقص رقصتها وبيكون المشروب فيه حاجة غريبة، وبيبدأوا يشوفوا لارا هي سولا. وبيفتكر إيديت الكلام اللي قاله الرئيس وقال له إن أكسان ويودي وريكي هما اللي قتلوا سولا بعد ما اعتدوا عليها، وإن هو اتهدد علشان ما يحكيش أي حاجة. وبيقول لهم إن جثتها في البير هي وجثة المساعد. وفجأة بيفقد الثلاث شباب الوعي، وبيفضل إيديت صاحي لأنه مشربش المشروب. وبتتحول الحفلة لطقوس وبيخرجوا جثة سولا والمساعد، وبيقول الرئيس إن حياتهم هترجع كويسة لأنهم انتقموا لسولا.
وفجأة بيفوقوا التلاتة في الغابة مع حبوب الهلوسة وبيموت كل واحد منهم بطريقة بشعة. فبيقع واحد في البير وواحد بيدخل فيه جذع شجرة وبيموت، وواحد بيتشنق بالإشارب بتاعها وبيهرب إيديت من الطقوس اللي بيعملوها. وبيتخلصوا أهل القرية من جثة التلاتة وبيرموهم في البير. وبعد فترة بنشوف إيديت رجع المدينة، والنهاردة يوم فرحه، وبيشوف سولا وهادي وبيعرف إنه طلب من مراته إنه عاوز الرقصة دي في الفرح، بس ما بيكونش فاكر أي حاجة. ولما بيخلص الفرح بيرجع مع مراته على الفندق، وهو مع مراته بيفتكر اللي حصل، وبنعرف إن هو اللي اعتدى على سولا وهو اللي قتلها، وإنه بعدها لوث أصحابه بدمها ودخل نام علشان يوهمهم إنهم كلهم مذنبين معاه. وبيشوف سولا بدل مراته وهو بيفتكر اللي حصل وبيفضل يضرب فيها علشان تبعد عنه. ولما بيفوق بيكتشف إنه قتل مراته للأسف، وبتظهر لارا مع هادي، وبنعرف إن مينور هي اللي قالت لهم يعملوا كده. وبيتجنن إيديت من اللي حصل وبيشنق نفسه وبيموت. وبيظهر وقتها إن اتشطبت أساميهم كلهم من على الطاحونة وانتهت قصتهم هما الأربعة. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن مفيش أي حق بيضيع أبدا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.